عمرك سألت نفسك ليه ربنا ما خلقناش كلنا أغنياء؟ يعني تخيل نفسك كده عندك عربيات وقصور وكل ما لذ وطاب ونعيش في سعادة وفرح، لكن للأسف مش هو ده اللي هيحصل. بس يعني ليه برضه هو احنا لازم نتعب ونشقى علشان نكسب فلوس؟ كان هيبقى فيها ايه لو كلنا معانا فلوس زي بعض بالتساوي وكلنا عندنا بيوت وعربيات؟ بس للأسف عايز اقول لك ان الدنيا كانت هتنهار وكنا هنخلص على بعض وعلى أطفالنا. هتقول لي ايه التشاؤم ده؟ انت رأس مالي ولا ايه؟ في الحقيقة لا، بس الأغرب ان واحد زي ايلون ماسك اللي معاه فلوس لو قعد يصرف فيها هو وأحفاده مش هتخلص، ومع ذلك ما بطلش شغل. كل ده هنفكر فيه النهارده انا وانت مع بعض. كمل الفيديو ده للآخر عشان تفهم نعمة ان احنا كلنا مش أغنياء، وان الفقر زي الغنى لازم يكون موجود عشان المجتمع ما ينهارش. اهلا وسهلا بيك، انا اخوك شمس الدين، كوبي رايتر وكونتنت كريتور. افلا تتفكرون هي الايه اللي خلتني اعمل الفيديوهات دي، مش عشان افكر لوحدي لكن عشان افكر انا وانت مع بعض. لو عجبتك فكره القناه انزل اشترك وابعت القناه لحد انت بتحبه. جهز كوبايه الشاي بتاعتك وصحصح لي ويلا عشان نكسب ونستفيد بالافكار والحسنات. عشان نوصل لفكرتنا النهارده لازم نفكر الاول هو العالم هينتهي ازاي؟ هل بخناقه كبيره ما بين الفقراء والاغنياء وهتبقى مطحنه؟ لو سالتني انا هتفتكر العالم هينتهي ازاي؟ هقول لك الذكاء الاصطناعي، عن طريق ان هو هيحطنا في مولدات كهرباء ويخلق لنا عالم افتراضي زي ماتريكس، او عن طريق فيروس عباره عن روبوتات صغيره يدخل جسمنا ويبقى احنا زومبي بس بالذكاء الاصطناعي. بس ده عشان احنا متاثرين دلوقتي بالذكاء الاصطناعي. لكن لو سالتني نفس السؤال القرن اللي فات كانت اجابتي هتبقى متغيره تماما، لان اكيد كنت هبقى متاثر باراء العلماء في الوقت ده، وهو ان العالم هينتهي بعد مجاعه كبيره جدا هتقضي على البشريه، وده كان الهاجس ساعتها في اوروبا. بس للاسف معذورين، ما عرفوش ان ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. هم قالوا كده لان اعداد الناس كانت بتزيد لكن المحاصيل الزراعيه ثابته، لكن ده ما حصلش واحنا لسه عايشين. وده ما حصلش بسبب اولا فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، ثانيا كليه الزراعه اللي انا متخرج منها، لاننا قدرنا نزود المحاصيل الزراعيه افقيا وراسيا. يعني مثلا الشجره كانت بتطلع كيلو تفاح بقت تطلع 2 كيلو، بس ساعتها ما كانوش يعرفوا الكلام ده، فكانوا بينادوا يا اما ننظم النسل يا اما نضحي بنص العالم عشان يعيش النص التاني في رخاء، فاكرين نفسهم زي. لكن في الستينات بيظهر عالم سلوك حيوان وبيك فان لميكي ماوس، العالم جو. العالم قرر يعمل تجربه شوف الموارد لما تقل ايه اللي هيحصل، بس على الفئران. عمل حرفيا جنه للفئران من اكل وشرب وجبنه رومي اللي هي المخرمه دي وشركه حياه عشان يتجوز، كل حاجه كان يحلم بها اي فار والله واي شاب برضه. for the National Institute of Mental Health Animal Center near Washington. Dr. Calhoun wanted to find out what would happen to a mouse colony given everything mice need except living space. The result was chilling. المهم بدل ما تعيش الفئران ويخلفوا صبيان وبنات حصل كارثه فظيعه لم يتعافى منها المجتمع العلمي لحد دلوقتي. جون ما كانش بخيل، صمم زي مجمع سكني كده بس على الضيق لكنه 7 نجوم. قسم للفئران اعشاش للنوم والتزاوج وعمل لهم اوبن بوفيه عشان يعرفوا ياكلوا براحتهم، في نفس الوقت انابيب ميه عشان يشربوا، وراح جاب 80 فار وحطهم جوه الكومباوند ده. اكيد بتقول لهم يا اولاد المحظوظه، بس اتقل المصيبه جايه. التجربه دي كانت رقم 25 من تجارب، بس في التجربه دي هو قرر يشوف هيحصل ايه لو الموارد كان فيها وفره. في الاول بدات الفئران تاكل وتتجوز ويكتروا، كانوا عايشين عيشه الرغد واللهو، مفيش بقى ولا قطط ولا تعابين، جنه. فضلوا يتجوزوا وياكلوا لحد عددهم ما وصل حوالي 600، لكن بعد فتره وبدون مقدمات بيقل الناس وما بقوش يتكاثروا، الخصوبه قلت جدا. اول حاجه ذكور الفئران عملوها بداوا يتخانقوا، عايزين يعرفوا مين الفار المسيطر، ايه اللي يلسوع بديله واللي يقرقش ودان صاحبه. كانت ليله يعني لحد ما في فار اثبت ان هو الذكر المسيطر، ويا ريته ما اثبت. كنت فرحان بيه وهقول في توه بقوه واسم الله عليه، لكن لما عرفت هو عمل ايه بعد كده غيرت تفكيري خالص. الذكور بدات تخاف منه غشيم وتاكل من وراه علشان ما يضربهمش او يسيب لهم توقيع على وشوشهم. الشطاره انك تعور ما تموتش تغص سطح. المهم الفئران اتعودت على الضرب وما بقاش يحوق فيه. لكن المصيبه الحقيقيه ان الفئران ما بقتش تنجذب للاناث. تقول لي من الاكتئاب ده يعني ولا من ايه؟ في الحقيقه لا، الفئران بقوا شواذ. بقوا يروحوا للذكر المسيطر ويحاولوا يغروه، والمصيبه ان الذكر بدل ما يضربهم او يعضعض لهم ودانهم بقى بيستجيب لهم ويعملهم على ان هم اناث. بعد فتره الذكور بقت تضرب في بعض وراح ضاربين في الاناث، والاناث بقت تضرب في العيال الصغيره، وظهر الاكتئاب والعزله على الفئران. في فئران بقت تستنى الفئران الثانيه تنام عشان هي تاكل، يروح ياكل ويتكنف في جنب كده لوحده. المصيبه الاكبر ان لما جيم حاول يخرج فئران من التجربه عشان يعيشهم لوحدهم ما قدروش يعيشوا. من الاخر الفئران اتدمرت نفسيا وبدنيا علشان بعد 5 سنين يموت اخر فار وحيد وبائس ومكتئب مع ان الميه والاكل ما قلوش فيه.
التجربه في الاول كان هدفها انها تثبت ان الزياده السكانيه ممكن تؤدي للمخاطر، لكن في التجربه دي هو قرر يعمل العكس. ولو بصينا لها بمنظور اوسع، ان كل ما نزود رفاهيه تزيد مشاكل نفسيه وتوصل للنط من فوق كوبري المانيال. اظن انت فاهم قصدي. ما هو تخيل كده لو كلنا عندنا اللي يكفينا، هنبقى شبه الناس في فيلم وول، قاعدين بنسكرول على التليفونات وبناكل ونشرب. اتنين بس اللي كانوا هيلاقوا شغل، الدكاتره النفسيين ودكاتره التغذيه. ما انت مش هتلاحق بقى ولا على الامراض النفسيه ولا على امراض السمنه. لكن عندك استنى قفشتك، هو انت مهتم قوي كده ليه بالفلوس؟ ليه بقت هي الغايه الاولى ليك؟ عشان نفهم لازم نرجع للايام اللي بعد سيدنا نوح لحد من 300 سنه. الحياه الاول كانت عباره عن الاب بيزرع ويربي حيوانات او يصطاد او يتاجر عشان يقدر يعول اسرته. كان بيبقى ليه دور كبير في البيت، من اول التربيه لحد توفير الامان. لكن للاسف من 300 سنه بس ظهر شيطان اسمه الاله البخاريه، وام الاله تبقى مين؟ المصانع. انتشرت المصانع في المدن، فاضطر الاب يسيب الاسره اللي في القريه ويروح المدينه عشان يقدر يشتغل، اصله كده هيكسب فلوس اكتر. وهنا الاسره اتعودت على غياب الاب، والاب ما بقاش بيعمل حاجه غير انه يشتغل وينام وينام ويشتغل. ما سمعناش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعدين قعد يوزع الامام والمراه والرجل والخادم ومش عارف ايه كل واحد. اذا فكل مؤمن له ايه؟ له ولايه. يبقى ان كنت عايز تأدي الولايه بتاعتك حق، ما تفسدش في مجال ولايتك. اختزلنا دور الاب في الفلوس بس، على عدد كاشاتك تزيد رجولتك. للاسف النجاح بقى مربوط بالفلوس، مع ان زمان ما كانش كده. لو قريت في الادب او التاريخ زمان هتلاقيهم كانوا بيمدحوا الراجل على اخلاقه وجوده وكرمه. لكن دلوقتي بقينا بنقيس الراجل بالعربيه والشقه وحسابه في البنك، وهل معاه ايفون ولا اندرويد. جوزيه عبيطه، ده عنده فلوس قد كده على قلبه. قلت البركه والتربيه في المجتمع، وكل ما حد يسلط الضوء على المشكله يعني يتهمه بالرجعيه بالتخلف. بس كل ده لحساب مين؟ الرأسمالية. ابويا عاوز يجوزني، يا الواحد متعلم وعنده شهاده عاليه، يا الواحد جاهل وعنده فلوس. وانت لا كده ولا كده. انا عندي اخلاق. مع ان سبحان الله الفلوس عمرها ما كانت مصدر للسعاده، واكبر مثال في عصرنا داليدا اللي كانت مشهوره جدا ومحبوبه في العالم كله وثريه جدا. لكن الثراء ده ما اشترالهاش راجل واحد يحبها. هتقولي ازاي ما انت لسه قايل محبوبه؟ هقول لك حب جماهيري يا عزيزي يفتقر للروح. وعندك روبرت ويليامز اللي قلد داليدا وقرر يمد ايده هو الملك الموت الاول. مع ان الراجل ده كنت بحبه جدا وكان مصدر للسعاده. كانت هتتصدم لما تعرف ان من اشهر جمله واغرب واغنى واتعس قصه فيهم كريستين اوناسيوس. دي بقى ولا تعبت في ثروه ولا شقي. ابوها ارسطو اوناسيوس هو اللي كانت حياته بهدله في بهدله، وحتى في وفاته كانت بهدله. مع انه كان مولود في عيله غنيه جدا، لكن خسر كل ده في الحرب اليونانيه التركيه، وبقى هوملس وما عندوش بيت عشان يقرر يهاجر للارجنتين وينط على اي مركب راح لهناك في سن ال 17 سنه بس. وفي سن ال 25 بقى مليونير، لكن بسبب الغنى عرف على مراته مغنيه اوبرا وكان فرحان قوي بيها وبيتباهى، وده تسبب ان مراته تطلب الطلاق. مفيش ست تستحمل كده، عشان يروح يتجوز ارمله جون كينيدي ويحل عليه النحس هو واسرته. ما اتعص من موت جوزها راح يتجوزها هو، قال لك ياخد دوره في النحس هو وعيلته. ارسطو ده اتولد سنه 1906 في مكان اسمه سميرنا في اليونان، لكن تركيا حطت ايدها عليه. دخلت في حرب مع اليونان، وزي ما قلت لك ارسطو فقد في الحرب دي عيلته كلها واللي كانوا شغالين في تجاره التبغ، وده ادى ان ثروته وثروه عيلته تنتهي. اصل تركيا حطت ايدها عليها. عيلته لما قرروا يهربوا من نار القصف دخلوا الكنيسه زي اغلب الناس، لكن النار ما وقفتش قدام الكنيسه وكل اللي في الكنيسه اتفحم. ارسطو من حظه انه ما دخلش الكنيسه، لكن ده تسبب له بالياس وقرر يهاجر. في سفينه كانت رايحه على الارجنتين راح نطت فيها عشان يشتغل في شركه تليفونات بالليل، يطلع وصلات ويدخل وصلات، حاجه كده زي الكول سنتر بس زمان. واما بقى بالنهار كان شغال ايه؟ اكيد مش رقاصه، كان بيشتغل في المواني ويدرس التجاره عشان بعد فتره يسيب التليفونات، وده لان شغلانه كول سنتر دي ما بتاكلش عيش، وكمل في المواني وفي بيع التبغ للارجنتين. ما هو كار وكار اهله، وفي سن ال 25 بقى مليونير. لكن من سوء حظ العالم وحسن حظه بيحصل انهيار وركود اقتصادي. هتقولي طب ازاي من حسن حظه؟ هقول لك ان ارسطو استغل الفرصه دي واشترى 6 سفن بثمن قليل جدا، واشترى 6 سفن شحن بثمن قليل جدا. وانت في سن ال 25 وبتشتري 6 سجاير فورت بتعتبر ان ده انجاز. وبعد فتره بيوصل الاسطول بتاعه ل 70 سفينه، لدرجه ان الحلفاء لما كانوا بيقوم عندهم حروب كان بيأجر لهم سفن. بعد كده قعد يستثمر في ملاهي ليليه وشركات طيران، بقى حوت استثمار. لحتى الحيتان ما سلمتش منه، كان بيصطاد حيتان في المحيط. واحد بكل الثروه دي اكيد الستات مش هتسيبه في حاله، مع انه كان متجوز قربت منه مغنيه اوبرا مشهوره جدا، كان عنده طفلين الكسندر وكريستينا. فالست مراته لقت انه مش محترمها فطلبت الطلاق عشان بعد فتره يروح يتجوز ارمله جون كينيدي.
ويتلعن بالنحس. اول حاجه حصلت له الكسندر مات في حادثه طياره، وبعدها ام الكسندر وطليقه ارسطو مات، وبعدها ارسطو مات بالاكتئاب بسبب انه حزن جدا على الكسندر، كان فاكر ان ابنه هو اللي هيورث كل الثروه دي. كده ما فضلش غير كريستين بنت بالثروه دي المفروض بقى تعيش، لكن عايز اقول لك اتجوزت واتطلقت 4 مرات، تتجوز وتتطلق، تتطلق وتتجوز، لان مفيش حد فيهم كان حاببها، كانوا حابين البوك بتاعها، في الغالب كانت بتقفشهم بيخونوها. عاشت حياه غنيه لكن مليانه بالاكتئاب، بسبب الاكتئاب ده اتجهت للادمان وماتت بسبب شده زياده. وانتهت كده عيله ارسطو اوناسيوس. تقول لي كفايه يا شمس خلاص قطعت قلبي مش عايز ابقى غني، لكن برضه هقول لك لا، الفلوس مهمه عشان تعيش حياه كريمه، بس لما نعملها على ان هي غايه مش وسيله هنتدمر. شفنا مجتمع الفيران لما ابادوا نفسهم بنفسهم عشان كان عندهم فقر علاقات اجتماعيه وحب. هتقول لي لا بس احنا بشر ما نعملش زيهم. هقول لك طب جرب تبص كده حواليك في العالم وفكر تاني، هتلاقي ان الفرق بيننا وبين الفيران ان احنا هنبقى اسرع منهم. طب هل كل الاغنياء بقى مكتئبين على كده؟ هقول لك لا، عندك واحد زي ايلون ماسك ليه بيشتغل لحد دلوقتي؟ ده معاه فلوس لو قعد يصرف فيها طول حياته وحياه احفاده مش هتخلص، لكن قرر يحقق احلامه ويشتغل ويفشل علشان ينجح. ده كان معرض انه يفقد ثروته 4 مرات، مره منهم بسبب كتر محاولاته في شركه سبيس اكس، بس كل ما يعمل صاروخ ينفجر منه. تقولش في حد باصص له فيها؟ طب هقول لك حاجه، تخيل العالم كده من غير فقر، كلنا كده معانا فلوس زي بعض، معلش بقى يبقى فين التدرج الوظيفي؟ مين اللي هيشتغل في الوظائف البسيطه مع احترامي ليها؟ عندك مثلا عامل النظافه اللي واقف على الرصيف، كلنا محتاجينه من اصغر راس لاكبر راس في البلد. مين هيشتغل سباك ولا حلاق ولا بياع خضار؟ مش هيبقى في عم احمد بتاع الكشك اللي بيجيب لك سبيروس باتس، ما تقوليش هجيبها من السوبر ماركت. واكبر دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وطالما أنك لا تدري ما الذي خلق الله لك اعمل ما تراه حقا واسأل الله أن يكون يسرك لهذا الخير. كل اللي اتكلمنا فيه ده في 3 آيات بيلخصوه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. التجربه بتاعت الفيران اثبتت كلام القران فعلا. طبعا احنا مش محتاجين اثبات، لكن بنتفكر في الايات وبنزود ايماننا ومعرفتنا بيها. وهنا واجبك بقى لما تشوف حد شغال عامل نظافه ما تنهروش، مش عشان هو اقل منك ماديا تعمل فيه كده، كلنا محتاجين لبعض، بس في نفس الوقت اوعى تموت طموحك. هل الفقر عيب؟ عيب. ليه ما تعيش عيشه مرتاحه انت واسرتك؟ بس ما يبقاش هو ده كل دورك في الحياه، الفلوس وبس. مش هنستسلم للظروف وقله الفلوس، لكن هنسعى للاحسن ونفهم حكمه ربنا من وجود الاثنين، الغني والفقير. إن عشان نعرف نعيش محتاجين الفقر زي ما محتاجين الغنى، بس ده مش معناه الفقر القحط، في حد للفقر. وهنا بنهرب من الفقر للغنى في رحله اسمها الحياه. وهنا بيخلص الفيديو، لكن التفكير ما بيخلص. في فيديو هيظهر لك هنا تدخل عليها يخليك تفكر في موضوع تاني خالص. وابعت الفيديو ده لحد انت عايزه يعرف ان انت بتحبه، عشان لما يوصل لهنا اقول له صديقي الجميل اللي بعت لك الفيديو ده بيحب. قول لي رايك في الكومنتات واشوفك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.